بمناسبة اللي عم يصير حاليا بالساحل السوري، حابب اترحم على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يلي خبرنا من 700 سنة لورا باني قتال هؤلاء الثلاثة الشيعة والعلوية النصيرية والدروز اولى وابدى من قتال اليهود. ليش يا ابن تيمية؟ شوف اللي هلا عم يصير بالساحل السوري. بتعرف ليش خبرنا ابن تيمية رحمه الله من بدنا نشخخ كليبنا على قبوركين؟ انا هلا بقلكين بدنا نشخخ كليبنا ونحن بدنا نشخ على قبوركين وعلى مشايخكين وعلى صغيركين وكبيركين. منيح هيك؟ وما راح اقول الا كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سلام عليكم. ما كانوا رضيانين هذا الامر، فبصراحه هيك حسيت اني يعني تحمست زياده هيك، خلينا نقول ما بعرف، هيك غرتني نفسي وقلت خيو بتعرف شو بدي اطلع وبدي اصور هذا الفيديو. واستشهدت بايه من القران كمان شفتها موجوده تحت هذا المنشور تماما، انه ابن تيميه عم يحكي هيك 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 واخذ هذه الايه من القران وقاتلوهم. فتماما انا اخذت هذا الكلام وقلته. ربما انا حكيت كلام اكبر من حجمي واكبر مما انا عليه. للامانه الامور اخذت اكبر من حجمها، يعني الامور توسعت وصار فينا الحكي وانفهم كلامي بطريقه خاطئه بشكل رهيب. انا لم ادعو ابدا ولا بحياتي ادعو الى قتل الابرياء من الطائفه العلويه او الدرزيه او الى اخره. نحن كنا نقتل ابرياء من النظام البائد وكنا نعتقل ابرياء من النظام البائد. ذهب النظام البائد نظام بشار الاسد ليس من اجل ان ياتي نظام يعتقل ويضرب ويسجن ومن الحكي ناس ابرياء، ونحن نجرم هذا الفعل ونقول دائما وابدا اللهم اننا بريئون من هذه الافعال. طبعا الامور اخذت اكبر من حجمها بشكل كثير كبير، لحد ما واحد من AfD اخذ المقطع الفيديو اللي انا حكيته وقعد صار يقول القاعده وما القاعده. بالله عليك عم تحكي عن جد؟ القاعده انا وين بفيديوهاتي حكيت عن القاعده؟ أنا لا أنتمي إلى القاعدة ولم أتحدث يوما عن القاعدة ولم يعني وين أنا وين سوري والقاعدة بأفغانستان؟ شو جاب سوريا على أفغانستان؟ براء أعتذر وأقدم اعتذاري، والاعتراف بالذنب فضيلة. معلش أنا بعتذر وتعودت دائما واخذت عهد على نفسي باني لما ابدا بهذه القناه ما احكي غير كلمه حق. انا بقدم اعتذاري لا ابناء الطائفه الدرزيه، اذا كنت انا بهذا الفيديو ازعجتهم بقدم اعتذاري لابناء الطائفه العلويه، اذا انا كنت بهذا الكلام ازعجتهم بقدم اعتذاري لابناء الطائفه الشيعيه، اذا انا كنت بهذا الكلام ازعجتهم بقدم اعتذاري كمان بنفس الوقت للدوله الالمانيه اذا كنت انا ارتكبت مخالفه عن غباء خلينا نقول نوعا ما. اعتبروني اخ صغير اخطا وانتهى الامر. برجع بعيد وبكرر، لم انتمي يوما الى تنظيم ارهابي، لم انتمي يوما الى قاعده، لم احمل يوما سلاح،